ما تيجوا بينا نعمل حلو سهل وسريع وبسيط واخر لذاذة. حاجة كده بجد خطيرة. هنعمل طواجن السعادة او هنعمل المدلعة. بصوا احنا هندلعها على الاخر. انا مروة، لو اول مرة تشوفوني وتتابعوني متنسوش تشتركوا في الصفحة والقناة وعرفوني على نفسكم وقولولي من اي بلد انتوا بتتابعوني. حابة جدا اتعرف عليكم. من الحاجات السهلة والبسيطة والممتعة جدا اللي مش هتبطلوا تعملوها. اول حاجة طبقة الكراميل. هحتاج كوباية من السكر ونسيبها على النار تتكرمل. في المرحلة دي بحط ربع كوباية من المية الباردة عليها معلقة مليانة من النشا ونقلبها كويس جدا ونسيبها على جنب. الكراميل معانا خلاص اتكرمل زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزينه يغمق. تمام. في المرحلة دي بحط ربع كوباية من المية المغلية، هقلب كويس جدا وبعد كده انزل بخليط النشا والمية اللي احنا عملناه. وبكده عملنا يا جماعة صوص كراميل اقتصادي سهل وبسيط جدا وفي دقايق بتحضريه. بسيبه بقى يبرد تماما في اي بولة. 500 جرام من الكنافة ببتدي ان انا فتفتها بايدي بالشكل ده. طبعا حطيتها في الفريزر عشان اعرف افتفتها كده. حطيت معلقتين محترمين بقى من السمنة البلدي وابتدي احمرها. حمري بقى كويس جدا، اهم حاجة بس ما تحرقش منك، يعني ايدك فيها على طول. وتقدري تعمليها في الفرن زي ما عملتها معاكم قبل كده. ده بيكون شكلها بالظبط. ببتدي اضيف ليها بقى 3 معالق كبار من عسل النحل او الشربات التقيل وهقلبها كويس جدا. الطواجن بتاعتي اي مقاس، ببتدي احط طبقه كده يعني نص كده او اقل كمان من النص شويه من الطاجن. تمام. واضغط عليها كويس جدا زي ما انتوا شايفين واسيبها على جنب بقى عشان تتماسك وتاخد شكل الطاجن. ده بيكون شكلها. عملت مقاسات كتير للطواجن. تمام. وده الطاجن الكبير. الطبقة التانية طبقة القشطة، 3 كوبايات من الحليب، معلقتين كبيرة من النشا أو 3 على حسب يعني هتعمليها هرمية ولا لأ، ومعلقة كمان من السكر البودرة أو السكر العادي وهتقلبي كويس جدا. عايزة قوام يكون كريمي وتقيل شوية، يعني مش خفيف قوي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ببتدي بقى ان انا اوزعه في الطواجن بتاعتي. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي قوليلي ايه رأيك في وصفاتنا ودخلتي جروب التطبيقات ولا لسه. واللينكات كلها يا جماعة بتاعت التيك توك وبتاعت الانستجرام هتلاقوها موجودة كلها في صندوق الوصف. طبقة البسبوسة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. نص كوباية من السكر، 4 معالق كبيرة من حليب البودرة، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وكوبايتين من السميد الناعم بتاع البسبوسة. وهنقلب كويس جدا المكونات الجافة مع بعض. في المرحلة دي تقدري بقى تعجنيها بكوباية من الزيت على السمن او الحليب. انا بصراحة عملتها بالحليب بس تقدري تضيفي الاتنين كمان. هتحطي لحد ما يديكي القوام اللي انت عايزاه. انا اخدت معايا كوبايه من الحليب عشان تديني القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس اوقات كتير بعملها وبحط كمان كوبايه من السمن عليها. تمام كده. ده براحتك بس انا حبيت اخليها خفيفه شويه. ببتدي بقى ان انا اضيف البسبوسه بتاعتي بالشكل ده. بشغل الشوايه بقى بتاعت فرن البوتاجاز عندي. في المرحله دي احنا مش هنشغل الفرن نفسه. اخدت اللون الحلو قوي ده. الشربات بقى كنت انا عاملاه اصلا وسايباه. نص كوبايه من السكر على نص كوبايه من الميه وعصير نص ليمونه. دقيقتين بالظبط وبطفي عليه وبسيبه يبرد زي ما انتوا شايفين. ده بيكون شكلها يا جماعه تجنن، خطيره. بصوا من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. مغريه جدا سواء بقى الطواجن الصغننه او الطواجن الكبيره. الكراميل اللي معانا بالشكل ده مسك شويه عشان الجو برد زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا بقى اعمله بظهر المعلقه بالشكل ده واوزعه. وكمان حطيت شويه من القشطه اللي كانت باقيه، ضربت معاها كده كريم شانتيه بالهاند بلندر او في المضرب وحطيتها في كيس وعملت بقى التشكيل بتاعها زي ما انتم شايفين. الستيك بتاع الكفته بقى او اي حاجه هتعملي بقى رايح جاي هقول لكم دلوقتي ازاي في الطاجن الكبير. عملنا حلو سهل وسريع وبسيط وما خدش حاجه خالص. وعملنا احلى طواجن مدلعه. بصي دلعيهم بقى وظبطيهم على الاخر. هتاخدي احلى شغل. خطير يا جماعه بجد، لازم تجربوها. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. جربوها ومنتظر رايكم في الكومنتات. الطاجن الكبير على فكره بسيبه يبرد تماما او بحطه في التلاجة ساعه وببتدي اقطعه قطع. تمام. الطواجن الصغيره بقى بتكون لطيفه جدا، كل واحد بياخد الطاجن بتاعه وبيخلص على طول. هيدمنوها بعد ما يجربوها. انا اتحداكم ان انتوا ان شاء الله بعد ما تجربوا الوصفه بتاعتي دي هتلاقوها سهله وبسيطه وهتعملوها كتير. احتفظوا بقى بالفيديو رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.